بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى وصفه في كل بيت، صينيه البطاطس بالفراخ. بطريقه سهله وسريعه ومقادير وحاجات كلها موجوده في البيت. نشوفوا معايا الوصفه وان شاء الله تعجبكم. اول حاجه معايا هنا هو فرخه مقطعاها ل4 وغسلها كويس جدا بميه وملح ودقيق وليمون ومعلقه طحينه ومعلقه سكر. بنسيبها في محلول النقع ده مش اقل من ساعه. بعدين غسلتها كويس جدا وشطفتها وسبتها تصفي ميتها. وبعدين هنا هو جهزت معايا نص معلقه صغيره من الملح ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود وشويه من البابريكا. هتبل بيهم كده الفراخ كويس جدا من بره ومن جوه كده، والظهر كمان. انا هعملها بطريقه مختلفه شويه. مش هحطها كده كلها ني في صينيه البطاطس. انا بحب اتبلها كده الاول وبعدين اشوحها شويه في معلقه زيت ومعلقه زبده. خلاص هنا كده كانت بعد ما تبلتها هبدا اجهز معايا معلقه زيت ومعلقه زبده. هحمر الفراخ، هخليها بس تاخد لون واطلعها على طول. بحب اعمل الخطوه دي جدا قبل ما احطها في صينيه البطاطس. بجد بتديلها طعم وريحه فظيعه، بتقلب ريحه البيت وريحه الشارع كله. جربوها لو ما بتعملوهاش بالطريقه ديت، جربوها وقولوا لي رايكم فيها. هحط هنا اهوت الفراخ اخليها تاخد لون. انا مش هسويها، انا بس يا دوبك هحمرها كده اهوت مع معلقه الزيت والزبده، وهطلعها على طول. طبعا صينيه البطاطس معروفه انها من احلى واسهل الاكلات في كل بيت، وبتنفع جدا كمان لو عندك عزومه ومحتاره ومش عارفه تعملي ايه. لو عملتيها كده مفيش حد بيختلف عليها. شايفين الفراخ كده خلاص بعد ما اخدت اللون ده؟ هطلعها بقى على طول. وكمان معايا هنا هو بصلايه كبيره مقطعها بالشكل ده اللي هو جوليان. هشوحها مع الزيت والزبده يا دوبك بس البصل يدبل وهشيله على طول. انا برضو مش هسويه، يعني يا دوبك بس ياخد ريحه الزيت والزبده كده وهطلعه على طول. هيبقى بالشكل دوت. هبدأ بقى اجهز الصينيه بتاعتي. معايا هنا هو عصير طماطم. الاول هنا هو دول 3 حبات من البطاطس. مقشراهم وغسلاهم كويس جدا ومقطعاهم بالحجم ده. مش عايزين البطاطس تكون ولا تخينه قوي ولا رفيعه قوي. شايفين الحجم ده كده؟ ومعايا عصير طماطم ومعلقه صلصه و3 فصوص من الثوم وطماطم وفلفل اخضر وفلفل احمر الوان. لو مفيش الفلفل الاحمر عادي تقدروا تستغنوا عنه. وكمان لو حابين تحطوا مثلا معاها فلفل شطه برضك بيديها طعم حلو جدا. هقلب هنا هوت الطماطم مع الصلصه وهحط معايا البهارات اللي انا استخدمتها: ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره وشويه من بهارات اللحمه، من بهارات الفراخ. لو عايزين تحطوا معاها مكعب مرق الدجاج برضك تحطوا معاها بتديلها طعم حلو. هنجهز الصينيه بقى بتاعتنا. هحط كل المكونات بقى بتاعتي في الصينيه. هنحط البطاطس والطماطم والفلفل اللي احنا قطعناهم مع بعض. هحط كمان التوم. هجيب بقى البصل اللي احنا شوحناه مع الزيت والزبدة، هحطهم كده كلهم في الصينية مع شوية الزيت والزبدة اللي برضو كانوا في الصينية، هحطهم مع بعض. هحط هنا هو نص الصلصة واقلبهم كده كويس جدا مع بعض كلهم ياخدوا لون واحد. وباقي الصلصة هحطها على الفراخ. هجيب بقى الفراخ احطها رصها في الصينية. شايفين شكلها عامل ازاي من قبل ما تدخل الفرن؟ هحط بقى عليها باقي الصلصة والطماطم اللي احنا كنا مجهزينهم. انا مش هزود ملح ولا فلفل تاني لان احنا خلاص احنا ظبطنا الملح والفلفل بتاع مع الصلصة وعصير الطماطم، وكنا متبلين الفراخ بشوية ملح. فانا مش هحط ملح تاني. هرش بقى كده على الوش معلقة من الزيت، وكمان هحط كمان معلقة كمان من السمنة البلدي. هوزعها كده في الصينية.
طبعا تقدروا تحطوا اي مادة دهنية عندكم، ممكن تحطوا معلقة سمنة، كفاية معلقة الزيت اللي موجود حطوه. ده شكلها كده قبل ما تدخل الفرن. هنبدأ بقى ندخلها الفرن على درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص. وبعد نص ساعة انا هديت عليها النار، خليتها بقى تستوي براحتها على درجة حرارة 180. جهزت معاها كمان على ما تستوي بقى، جهزت معاها شوية رز بالشعرية. معايا هي نص كوباية من الشعرية، شوحتها مع شوية من معلقة من الزيت. الشعرية ما بتاخدش وقت على النار، يعني ما نسيبهاش مثلا ونشغل في حاجة تانية لانها بتحمر بسرعة فممكن تتحرق مننا. بعد ما هتاخد اللون الذهبي دوت، هكون معايا مجهزة معايا كوباية من الرز غسلاه كويس جدا ومنقوع في المية 10 دقايق وصفيته، مش اكتر من كده، مش اكتر من 10 دقايق. هشوحه بقى كويس جدا مع الشعرية لحد ما احس ان الرز خلاص بقى سخن. هحط عليه معلقة من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. وهكون مجهزة معايا مية سخنة مغلية هحطها على الرز. لو المية لما بتكون باردة والرز بيكون سخن، الرز بيعجن مع بعضه، فلازم المية تكون سخنة، هيدينا رز مفلفل وطعمه حلو جدا. خلاص هنا هو بقى هسيبهم يغلوا، واول ما الرز ما يتشرب ههدي عليه النار خالص. لما يتشرب بيبقى بالشكل ده، ههدي عليه النار خالص واسيبه بقى يستوي براحته، يعني تقريبا 10 دقايق. وهنا كانت خلاص صينية البطاطس معايا استوت، وده كان شكلها بعد ما خلصت. والله يا جماعة جربوها بالطريقة بتاعتي ديت وشوفوا وقولوا لي رأيكم فيها، وان شاء الله تعجبكم. مش قادرة اوصف لكم ريحتها كانت عاملة ازاي. طبعا صينية البطاطس مكوناتها بسيطة جدا وما بتاخدش وقت خالص وسهلة جدا في التحضير. لو عندنا عزومة او حد جاي ومش عاملين حسابنا، من اسهل الاكلات اللي تقدروا تقوموا وتعملوها وتجهزوها في اي وقت. شايفين ده كده كان شكلها بعد ما خلصت. هوريكم دلوقتي شكل البطاطس مستوية ازاي والفراخ. وخلاص هنا بقى كانت وصفتنا كده خلصت، ويا رب الفيديو يكون عجبكم وجربوها وقولوا رأيكم في الكومنتات. وان شاء الله تكون الوصفة عجبتكم، واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله.